الاجراءات الامنيه اثرت على دراستك السنه دي؟ هي بالنسبه للاجراءات الامنيه، وانا لما باجي اخش الجامعه حاسس ان انا جوه الجامعه، حاسس ان انا في سجن. الاجراءات كانت ماشيه زي الفل عادي، مفيش اي حاجه، والدراسه كانت ماشيه طبيعي جدا، مفيش اي تعطيل لينا ولا اي حاجه. المحاضرات كانت في ميعادها، الامتحانات امتحناها بكل نظام، مفيش اي حاجه اتعطلت بصراحه. لا مفيش حاجه خالص، كانت عادي كويسه، وساعات بتبقى مشدوده قوي وساعات لا. طبعا اثرت جامد والله، عشان انا حاسس ان انا كاتم نفسي حتى جوه الجامعه وبره الجامعه، يعني انا وداخل تفتيش وكل حاجه بتفتش يعني. والبوابات الالكترونيه دي ما كانتش السنه اللي فاتت، فاثرت على برضو امن كتير في الجامعه والكلام ده. في اوقات واوقات، يعني اوقات بتبقى الدنيا زحمه جدا وكده ولما بندخل من باب رئيسي بقى او باب سواء ايا كان اي باب، يعني كان بيأثر ان كنا ساعات بنتاخر على محاضرات وكده. يعني في اكتر من مظاهره حصلت، كانت في اول السنه خالص، فكانت بتسبب ان احنا ما كناش بنعرف نحضر المحاضرات، وكان الدكاتره بيلغوا يعني 3/4 المحاضرات. يعني انا اذكر ان في دكتور عندي تقريبا ما اداش في السنه كلها غير 5 محاضرات، بسبب ان حصلت اكتر من حاجه اثرت على مذاكرتنا احنا. لكن لما عملوا الاجراءات الامنيه وجابوا شركه فالكون، يعني بدات تلم الموضوع شويه. اجراءات امنيه كبيره، بلاقي وانا داخل كميات امن عساكر داخليه كتير، وبلاقي منهم شتيمه لطالبات وطلاب زمايلي واحنا داخلين من على الابواب. بيبقى في حشد كبير، انا حاسس ان انا مش داخل ادرس، انا حاسس ان جوه مثلا في معتقل كتر السجون، في ازاز على السور. يعني انا وانا داخل حاجه الجامعه حاسس بخوف، حتى لو اي حاجه في رهبه من جوه ما بتخليكش تركز جواك. بدخل بطبيعتي، بس حلت بقى ايه اللي هي الكارنيه، كان اصلا كارنيه اتاخر شويه، بس هما كانوا متجددين كده بقى. مجرد ما بتيجي اي زياره لاي حد مسؤول من بره، فما بتبقاش ما بيبقاش الموضوع لذيذ، بيلغوا محاضرات، يلغوا كل حاجه وبسرعه يمشي مش عارفه ايه، ويبداوا ان هم يامنوا. اوقات كتيره جدا من كتر الزحمه وبالذات على باب رئيسي، فكنا طبعا بنتاخر واحنا داخلين، بنتاخر بسبب التفتيش، بنتاخر بسبب كل ده، كنا نروح المحاضره متاخر. يعني انا كل ما ادخل اتفتش، يعني طب ليه؟ يعني انا داخل الجامعه داخل اتعلم ولا داخل؟ هم حاسين ان داخل ارهابي بفجر وتفتيش وبتاع بالنسبه برضو اللي هو في الموتوسيكلات بتبقى ماشيه سريعه، والعربيات بتاعتهم ممكن تخبطنا واحنا بتحصل مشاكل كتير، ان ممكن حد يتخبط وهو ماشي. الناس دي طبعا بتعمل مشاكل مع كل الجامعه، يعني اي حاجه حصلت تلاقي الناس ديت بتقول لك هنعمل فيك شكوى وتقرير، والامن الاداري ومش عارف ايه، وفالكون والامن الاداري مش متفقين مع بعض، يعني بيحصل ما بينهم مشاكل. وطبعا الطلاب في الاخر هم اللي بيشيلوا الموضوع دوت. الامن اللي على البوابات عادي مفيش اي مشكله، انما جوه اصلا كانوا مشددين شويه. مشكله حصلت النهارده مع الامن الاداري، ماشي بموتوسيكل كان هيخبط واحده زميلتنا في الجامعه، طبعا عمل شكوى وقال ان هي اللي شتمته، وكلام يعني ما حصلش. القوات الداخليه اللي موجوده على الابواب دي، يعني ده مش كانك مش داخل تتعلم. الامن عامه لما يعني بيحاول ان هو يمنع اي مشكله هتحصل، 6 7 قاعدين بيتكلموا مثلا في موضوع سياسي، بيحاول بقدر الامكان ان هو يتكلم معاهم عادي كانهم يعني اخواته، ويقول لهم بلاش كده، عشان ايه؟ يعني في الجامعه بقوا مانعين ان اي حد يتكلم في اي حاجه سياسيه. احنا مش جايين نناضل سياسي، لا احنا جايين من اجل المذاكره والتعليم وبس. المفروض حتى مهما كان الطالب ليه حريه التعبير عن رايه، زي الدستور ما بيقول ليك التعبير عن رايك، لانك تقول كل حاجه بدون ما تخرب او تعمل حاجه. ما اعتقدش ان في طلاب بتخرب او تعمل حاجه، اوكي؟ انما انت هنا داخل الجامعه تعبر عن رايك، تدخل تتعامل بمنظر كويس، ما تلاقيش كميه الداخليه دي بتتعامل معانا باسلوب مش كويس.